المواطنين والمواطنات هذا الشيء كامل اضافه اللي قال الاخ، يعني هذه الهضره كامله راه صحيحه وصحيحه بزاف. بغيت نضيف واحد المساله اخرى، هو ان كذلك النضال ديالنا ويوميا راه كنجيو في تظاهرات كنديروا حلقيات نقاش، وعلى المستوى الاعلامي في نقد التلاميذ راه الهدف كبير من هذا الشيء كامل هو المصلحه ديال المواطنين اكثر من قضيه المرسوم الى غير ذلك. دابا راه عندنا واحد المرسوم، كل مواطن وكل مواطنه خصها تعرف اشنو اللي كيدير. هذا المرسوم هذا راه كيخصي واحد الشريحه كبيره من الممرضين ولاد الشعب اللي قارين في المدارس ديال ولاد الشعب، وكيدخلوا لهم واحد الناس اخرين اللي حنا ماشي في الصفيه حاليا حنا ما كنتاقدوش ولا ما كنقولوش ان راه ما عندهمش امكانيه ولا ولكن كنقولوا ان هاد الناس لوجيكمون قراو في السيكتور البريفي، خص السيكتور البريفي هذا هو اللي هيئ لهم الظروف ديال الخدمه. وهنا كنسالوا معكم المواطنين والمواطنات كيفاش ان واحد كيقرا في مدرسه خاصه ديال التمريض كيخلص 50,000 ريال للشهر لمده ديال 3 سنين، وكيمشي يخدم في كلينيك اللي كيرد يوميا الملايين وكيكتبوا عليه ب 20,000 ريال للشهر. راه هذه هي نورمالمون المشاكل اللي خصهم يطرحوا هاد الناس هادو. وكذلك بالنسبه للمواطنين، وراه عينا ما نسوا راه بركه هذا الشيء، والتعليم واكلين بالضبط، والصحه واكلين بالضبط، المعيشه واكلين بالضبط، كل حاجه واكلين فيها بالضبط. وحاليا راه اي واحد فيكم كيدخل للمستشفى وراه خصو قبل ما يشوف فيها طبيب ولا يشوف اي حاجه خصو يعطي 60 درهم. علاش يا عباد الله ندخل انا ونعطي 60 درهم؟ علاش؟ المواطنات على المستوى ديال الاعلام راه فينا مشاكل، فهمونا الله يرحم والديك. راه الاعلام راه كيسوقوا واحد البضائع وكيلونسوا عباد الله، وكان ان حتى انتم تنظموا تكون هذه الفكره ديال ان راه الممرضين كينصوا على باش يزيدوا لهم الفلوس وباش ديروا بالكم، وراه الفلوس اللي كيشدوا الممرضين والله ما كافيه باش يعيش هو بوحدو، عاد باش يعيش عائله. في صراع من اجل الكرامه. حنا ما كنهضروش على الفلوس، حنا ما كنهضروش على الفلوس، ماشي المبدأ ديالنا. المواطن هو الكرامه ديال الممرض والمواطن ديال المواطن حتى هو الكرامه ديال المواطن. صافي هذا مغرب